بدون ولا نقطة مية هعمل لك برطمان مخلل تكليف اول رمضان. النهاردة 25 شعبان، يعني فاضل 5 ايام على رمضان، وهخليكي تاكليه اول يوم ان شاء الله وبدون نقطة مية. مكون واحد هنحطه في المخلل هيودي المخلل في حتة تانية خالص. انا هدى ودي قناتي، لو اول مرة بتتابعوني يا ريت نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة برطمان مخلل لأول يوم رمضان. أول حاجة الكمية اللي انت عايزاها هتحضريها، والحاجات يعني اللي انت عايزة تستخدميها استخدميها، ممكن تستغني عن حاجات كتير. اول حاجة هنا معايا مية، حطيت نص كوباية معلقة كبيرة من الملح، وحطيت ربع كوباية من الخل. هسقط فيها ايه البصل زي ما انتوا شايفين، انا بحب مخلل البصل خالص، انت ممكن تستغني عنه مفيش مشكلة. هخلي البصل ياخد غلوة واحدة بس، انا ما بقشروش وبعد كده ايه اديله غلوة، لا هو كده عشان يطلع وما يصننش في ايديكي ولا اي حاجة، وبيطلع معانا بسرعة وهوريهولك برضه. وهنا حطيت الكرنبيط برضو في مية مغلية بس، وطفيت عليها على طول، لكن البصل بنسيبه ياخد غلوة كده عشان ايه ياخد نص تسوية معانا. الكرنبيط هنسيبه في المية المغلية زي ما انت شايفة كده بالظبط وطفي عليه. هنا تعالوا نوع المخلل الموجود معايا او النوع ايه الخضار بتاعي. معايا جزر ومعايا لفت ومعايا فلفل اخضر ومعايا خيار. طبعا انت ممكن تستغني عن اللفت زي ما انت عايزة تعمليه جزر برضو لوحده ما فيش مشكلة، لفت لوحده زي ما انت عايزة. الكميات برضو بتاعتك انت. هنا بقطع الخضار بتاعي زي ما انت شايفة حلقات كده. لو عندك القطاعة بتاعت الجزر برضو قطعي بيها بتدي منظر حلو زي ما انتوا شايفين كده معايا بالظبط. هعملك برطمان مخلل يا زهرة الكون من تاكليه اول يوم رمضان. زي ما قلتلك النهاردة 25، يعني انا عملته امبارح 24 والنهارده هوريهولك بقى تاني يوم حصل معايا ايه. بس كده تمام. حطينا كل الخضار اهو قطعناه مع بعض زي ما انتوا شايفين. هنجيب البصل اهو، بص سيب البصل يبرد او حطيه في ميه ايه ساقعه جنبك عشان ايه تقدري تقشري. بصوا بسهوله بيتقشر بسرعه اهو، ولا يصنن ولا اي حاجه البصل بتاعك، بدل ما تقعدي تقشري وتشيلي. لا هي كده الطريقه دي سهله خالص. حطي بس ربع كوبايه من الخل ومعلقه ملح كبيره في الميه، شايفين بيطلع بمنتهى السهوله. الكميه طبعا اللي انت عايزاها. صلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اذكروا الله، لا اله الا الله. بصوا تحفه ازاي بيطلع بسرعة الصاروخ. بس كده. ومعايا برضو ليمون، انا الليمون مش هغليه، انا هعمله طرنشات بس، هشيل الحتة اللي تحت والحتة اللي فوق واعمله طرنشات خفيفة كده ايه هيستوي معانا برضو. مش شرط الليمون يتغلي، لو عايزاه سليم انت اديله غلوة واحدة، لكن انا بعمله طرنشات كده بيبقى حلو كده مقرمش. بس كده تمام زي ما انتوا شايفين. بصوا تحفة. هنحط كل المكونات مع بعض. حطينا البصل وهنجيب اللفت نحطه برضو. بس كده هنجيب الطبق الكبير، هحط 4 معالق من الملح زي ما قلت لكم بدون ولا نقطة مية. هنا نص كوباية من الخل، ومعايا نص كوباية من عصير الليمون، ومعايا معلقة هريسة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. ده دبس الفلافلة او الهريسة اللي انا عملتها معاكم اللي مدخنة، شايفين بقت معايا زي معجون الصلصة. بصراحة طعمها تحفة، تاكليها من غير ولا اي حاجة. ومعايا هنا نص كوباية من الزيت. حطيت المكونات كلها دي السائلة اللي انا معايا، وما حطيتش ولا نقطة مية زي ما قلتلك. وهندوبهم كويس، لازم تدوبي الملح. وهنعبي الخضار بتاعنا كله بعد كده في البرطمان. شوفوا هنحطه الاول نقلبه عشان يتغلف كله ايه بشوية السوائل اللي انا حطيتها الزيت والخل والليمون، وقلبيه كده كويس. طبعا انتوا مش شايفين قرنبيط، القرنبيط قاعد على ايه على البوتاجاز، بس انا هجيبه واحطه. المكون بقى اللي هيودينا المخلل بتاعنا في حتة تانية خالص. هاتي يوسفي 2 يوسفي وهاتي القشرة بتاعتهم وقطعيهم كده رفيع ناعم وحطيهم مع المخلل بتاعك، وهتاكلي وتدعيلي ان شاء الله، وبالهنا والشفا ليكم مقدما ان شاء الله. والطريقة سهلة خالص. كل حاجة هاتي منها ربع كيلو هيعبيلك برطمان.
زي ما انتوا شايفين كده. بدل ما انتوا تروحوا تشتروا كل يوم ب5 جنيه ولا ب10 جنيه وحبة صغيرين، لا طبعا انتوا عارفين طبعا رمضان يعني مخلل. بس كده هعبي البرطمان زي ما انتوا شايفين اهو، هنعبيه كله من غير ولا نقطة مية، ولا هعمل محلول ولا غيره. هتشوفوا معايا النتيجة وحوريهولكم تاني يوم. ده كده اول يوم، وتاني يوم اللي انا بسجل فيه الفيديو حاليا يوم 25 شعبان. كل سنة وانتوا طيبين. بس كده شوية اللي فاضوا بقى ما نحطهم ايه عليه. بس اهم حاجة ايه، تقومي تقلبيه شمال ويمين، يعني تقلبيه مرة على الغطا بتاعته ومرة تعدليه، يعني ايه حاولي تعملي كده يوم ويوم عشان كل المخلل يتخلل معاكي. شايفين شكله؟ هوريهولك بعد ايه، بعد يوم بالظبط. شايفين؟ بصوا زي ما هو كده ابيض. هوريهولك دلوقتي، هقوم اصوره واوريهولك. بصوا اهو، شايفين البرطمان التحفة ده؟ بصوا خلي بالك كده السوائل اللي تحت، وهوريها لك دلوقتي. شايفين المخلل؟ بصوا اهو تاني يوم. بصوا شايفين المية واصلة فين معايا اهي، شايفينها؟ بصوا انا بديله ايه، يعني الصبح حطيته كده في امبارح، من امبارح لغايه النهارده هو كان على الناحيه دي. الصبح انا قلبته كده، هعدله معاكم اهو. بصوا هنعدله. بصوا شايفين شكله بقى ازاي اهو. بصوا شايفين السوائل وصلت فين اهي. شايفين المخلل نفسه خلله؟ شايفين؟ بصوا اهو. بصوا الخيار، شايفين الخيار معايا اهو. بصوا والفلفل كله غير لونه، شايفين اهو. شايفين الخيار اهو غير لونه. احلى برطمان هتاكلوه اول يوم رمضان. وكل سنه وانتم طيبين، ومع السلامه. اشوفكم فيديو قريب ان شاء الله. شايفين اهو؟ بصوا اهو ده تاني يوم. النهارده مثلا كده اهو، بكره تقلبيه على الناحيه دي. ومع السلامه. اشوفكم في فيديو قريب.